لم يستطع رئيس الحكومة المعين يوم أمس الجمعة من طرف الملك محمد السادس سعد الدين العثماني تمالك نفسه من البكاء بحرقة في المنصة الرئيسية للمجلس الوطني لحزب المصباح الذي تجري في هذه اللحظات فعالياته. ومباشرة بعد إغلاق قاعة اجتماع المجلس الوطني، تقدم رئيس الحكومة المكلف بصفته كرئيس للمجلس لإلقاء كلمة افتتاحية لأشغال دورة برلمان الحزب، حيث أجهش العثماني بالبكاء وسط تصفيقات الحاضرين وتحت أنظار عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب. وطالب سعد الدين العثماني الجميع باحترام دهشته بتعيينه رئيسا للحكومة، مؤكدا بأن المهمة ثقيلة، حيث عبر رئيس الحكومة الجديد عن اعتزازه وشرفه لثقة الملك محمد السادس بعد تعيينه رئيسا للحكومة خلافا لعبد الإله بن كيران الذي أجهش بالبكاء هو الآخر إبان الحملة الانتخابية السابقة أكثر من مرة. لكي تتوصل بالجديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.